وانت صغير كنت بتاخد مصروف كام؟ والله يعني قول مثلا نص جنيه او جنيه مثلا. كنت بتجيب بيه ايه؟ كنت بجيب بيه حاجات كتيره يعني مثلا. يعني زي ايه؟ الجنيه مثلا كان بيجيب لي سندوتشات، حاجه الصغيره الصغيره دي فاهم. بنفس الجنيه ولا كده مره وكده مره؟ كده مره وكده مره، مش تمام. ينفع الاتنين بقى. طب لما بتحب تروق على نفسك مثلا كان بيبقى المصروف قد ايه؟ يعني لما كان باباك بيحب يكافئك في ايام الامتحانات مثلا. مثلا 5 جنيه كانت بتخرب الدنيا. حلو الكلام ده. والله. طب لو انت عندك ابن تفتكر هتديله مصروف كام الايام دي؟ حاليا حاليا الدنيا في ذمه الله يعني، انما 50 جنيه مش هتجيب له حاجه اصلا. شايف كده يعني. ده اللي انا شايفه. تمام اشكرك جدا. تسلم. شكرا. تسلم. عايزه اعرف من حضرتك لو تتذكر ايام الطفوله بتاعتك والدك كان بيديك كام مصروف؟ تعريفة واحدة مفيش غيرها. ايه التعريفه؟ التعريفة دي فكت السعر حاجة زي كده. اللي هو الشلن. مش كده؟ لا ما كانش فيه شيلن، ده الشيلن دي كنا بنعمل جمعية عشان نقبضها شيلن. يا نهار ابيض. طب امال الساغ اللي هو ايه؟ الساغ ده برضو الساغ والتعريفة يعني فكت الشيلن. فكت الشيلن. يعني الشلن كان كام تعريفه؟ هو بالتعريفة الشيلن ده كان حوالي 10. تمام. طب وبعد ما كبرت شويه، بعد ما ايه؟ ما كبرت شويه بقى الشلن او المصروف بقى قد ايه مثلا؟ لا المصروف بعد ما كبرنا بقى بعد الشيلن باريزة وحاجة زي كده يعني. تمام. طب اخر ما تتذكر كانت البريزه بتجيب ايه؟ البريزة كانت بتجيب حاجات كتير. زي ايه مثلا؟ 5 بيضات. بجد؟ ونروح الدكان نجيب بيها حلاوة ونجيب بيها عيش فينو. والتعريفة نجيب فيها رغيف فينو من الفرن أيام زمان. ايوه حاجة زي كده. تمام. طيب لو حضرتك عندك بنوتة أو ولد تفتكر المصروف دلوقتي بتاعهم اليومي يكون قد إيه عشان يكفيهم؟ حسب الدخل بتاع رب الأسرة الأب. طبعا. ربنا يعين الناس يا رب. ربنا يعين الناس يا رب. صعب جدا يعني. يا رب يا رب. متشكرة لحضرتك جدا. تحت أمرك. تحت أمرك يا فندم.